السلام عليكم طلبة أولى إعدادي، أهلا وسهلا بيكم، وحشتوني يا أبطال. جيت لكم النهاردة بشرح الدرس الرابع في الوحدة الثالثة اللي بعنوان النقل والتجارة في قارة أفريقيا. النهاردة حبيب قلبي هنتكلم عن أنواع النقل، نقل بري، نقل بحري، نقل جوي، كمان هنتكلم عن المشروعات النقل اللي عندي في أفريقيا، وهكلمك عن التجارة. كل اللي عليك يا بطل تنزل بسرعة تعمل اشتراك في القناة لو لسه ما عملتش، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، تضرب اللايك التمام وتقول لنا رايك في الكومنتات وتصلي على النبي، ويلا بينا. بص معايا كده حبيب قلبي، بيقول لي النقل والتجاره في قاره افريقيا، فانا هبدا بالنقل. قال لي ان النقل ده من المؤشرات، الحاجه اللي تقدر تقيس بيها مدى التطور الاقتصادي للدول. عايز تعرف الدوله دي متطوره اقتصاديا ولا لا؟ بص على وسائل النقل بتاعتها. طب قال لي كمان هي عامل مهم لتسهيل ايه؟ التجاره المحليه والدوليه. يبقى النقل مؤشر لايه؟ للتطور الاقتصادي للدول، وكمان بتسهل تجاره دوليه ومحليه. طب تعال نبص على انواع النقل. انا لسه قايل لك في المقدمه ايه؟ انا عندي 3 انواع للنقل: نقل بحري او نقل مائي بينقسم ل2، بحري ونهري، ونقل بري سكه حديديه وطرق، وكمان نقل ايه؟ جوي. يلا بينا نبدا بالنقل المائي. وعندي النقل البحري، وباين من الاسم ان انا بتكلم عن بحار او محيطات. طب خد بالك ان نظرا للموقع الاستراتيجي لقاره افريقيا نجد انها بتتحكم في العديد من الممرات المهمه. هتقول لي اهمهم قناه السويس طبعا يا مستر، اللي موجوده فين؟ في مصر. هقول لك فعلا، يبقى عندها ممرات مائيه مهمه وحيويه وخلجان مهمه زي قناه السويس، مضيق موزمبيق، وخليج غينيا. يبقى نظرا للموقع الاستراتيجي فان قاره افريقيا عندها ممرات مائيه مهمه زي قناه السويس، مضيق موزمبيق، وخليج غينيا. لو حبيت تبص عليهم على الخريطه حبيب قلبي، فادي خريطه افريقيا اهي بسرعه كده. فتعالى اقول لك ان ادي قناه السويس، ادي مضيق موزمبيق، ادي خليج ايه؟ غينيا. يبقى ده خليج غينيا وده موزمبيق عشان تبقى عارفهم برضو، وادي قناه ايه يا حبيب قلبي؟ السويس. طب يلا بينا. بيقول لي تضم القاره الافريقيه العديد من الموانئ البحريه. فعندك ميناء طنجة فين يا مستر؟ قال لي في المغرب، احتل المرتبه الخامسه، رقم 5 عالميا سنه 2022، وده رقم كويس على فكره، لان احنا عندنا ميناء بورسعيد في مصر حصل على المرتبه رقم 11، رقم 11. وده بسبب ايه؟ بسبب التطور الكبير اللي شهده، وكمان موقعه الاستراتيجي على المدخل الشمالي لقناه السويس. يبقى انت عرفت في النقل البحري عندي مواقع مهمه، عندي ممرات مائيه مهمه، عندي مواني مهمه، ميناء طنجة في المغرب، ميناء بورسعيد في مصر. طب في النقل النهري قال لي من اقدم وسائل النقل، من اقدم وسائل النقل، ارخصها بقاره افريقيا. يبقى اول ما يقول النقل النهري اقول له ايه؟ اقدم وارخص، اقدم وسائل النقل ارخصهم. قال لي وبالرغم من وجود عدد كبير من الانهار في قاره افريقيا، الى ان الملاحه في الانهار صعبه. الملاحه في الانهار ايه؟ صعبه، وبتواجه عده عقبات. ليه؟ قال لي لان بص الانهار دي فيها ايه؟ فيها انحدارات شديده وسرعه جريان المياه المنحدره، وكمان الميه سريعه، فبالتالي مش هتعرف تتحكم في السفن. قال لي كمان انتشار المستنقعات على جانبي الانهار، وجود شلالات وجنادل، كمان تعرض بعض الانهار للجفاف خلال فتره طويله من العام. يبقى عندك مشكلات في الانهار، 4 مشكلات عندي زي ايه؟ انحدارات شديده، سرعه جريان المياه، انتشار مستنقعات، كمان وجود شلالات وجنادل. قال لي كمان تعرض بعض الانهار للجفاف لفترات طويله. طب يلا بينا نخش على النقل البري. وقال لي النقل البري طرق بريه يا اما سكه حديديه. وخد بالك ان الطرق البريه بتختلف في قاره افريقيا من حاجتين: كثافه الطرق كتير ولا قليله، بتستحمل عربيات كتير ولا لا، قدرتها على تحمل الحمولات الثقيله، الوزن الثقيل يعني العربيات اللوري الكبيره. وقامت الدول الافريقيه بعد استقلالها بتطوير النقل البري، حيث قامت بايه؟ قال لي ان بعد ما الدول الافريقيه استقلت من الاستعمار، وبالمناسبه ده هيبقى عنوان الدرس، عنوان الوحده الرابعه اللي هتتكلم عن افريقيا من الاستعمار للتحرر. قال لي بقى ان افريقيا بعد استقلالها عملت ايه؟ طورت النقل البري. ازاي؟ جهود واضحه لتنميه الشبكه من الطرق البريه اللي تربط اجزاء القاره ودولها. عملت جهود كتيره قوي عشان تربط اجزاء القاره ودولها. كمان تعاون مع المنظمات الاقليميه والدوليه لايه؟ لتنفيذ مشاريع الربط البري، مشاريع ربط بري للقناه
او للقاره مما يساعد على دمع التجاره والتكامل الاقليمي زي مشروع شبكه الطرق البريه السريعه عبر افريقيا. يبقى احنا عرفنا ان الطرق البريه في افريقيا بتختلف من حاجتين: كثافه الطرق، قدرتها على تحمل الحمولات الثقيله. طب قال لي افريقيا طورت النقل البري، قلت له عملت جهود واضحه لتنميه شبكه الطرق البريه، تعاونت مع المنظمات الاقليميه والدوليه لتنفيذ مشاريع الربط البري زي الطرق البريه السريعه عبر افريقيا. طب نخش على رقم 2 في النقل البري، وقال لي هي السكه الحديديه، وتعد دوله جنوب افريقيا صاحبه اطول شبكه سكه حديديه في افريقيا، ووراها مين؟ مصر. يبقى لو قال لي من حيث السكه الحديديه هقول له مين؟ جنوب افريقيا. اما رقم 2 هي دوله مصر. وتسعى الدول الافريقيه جاهده الى تطوير وتحديث خطوط السكه الحديديه بها. وتواجه السكه الحديديه في قاره افريقيا عده مشكلات زي تصميم قديم للخطوط. عندك الخطوط السكه الحديديه شكلها قديم وعدم ملائمتها لمتطلبات التشغيل الجديد. رقم 2 صعوبة من شبكات السكة الحديدية في بعض المناطق، مش هعرف اعمل بعض الشبكات السكة الحديدية عشان المناطق صعبة، واعرة السطح او غزارة الامطار. كمان توقف مد الخطوط السكة الحديدية بالقارة بسبب مشكلات سياسية بين الدول. قال لي كمان عندك قلة عدد خطوط السكة الحديدية بالقارة، كما انها منفصلة عن بعضها، عددها قليل ومنفصلة عن بعضها. كمان انخفاض سرعة الاطارات في معظم دول افريقيا، ودي المشكلات اللي بتواجه السكة الحديدية في قارة افريقيا. تعالى بقى نخش على النقل الجوي. قال لي خد بالك زي ما قلت لك على النقل النهري ارخص واقدم، فانا بقول لك عن النقل الجوي اسرع وسائل النقل على الاطلاق، اسرع حاجه في الطرق او في النقل. ليه؟ قال لي لان قاره افريقيا فيها العديد من المطارات الدوليه زي مطار القاهره الدولي في مصر، مطار كيب تاون في دوله جنوب افريقيا. يبقى انت عندك مطارين مهمين جدا في افريقيا. مين هم حبيب قلبي؟ مطار القاهره الدولي في مصر ومطار كيب تاون في دوله جنوب افريقيا. ويواجه النقل الجوي في افريقيا بعض المشكلات. النقل الجوي في افريقيا بيواجه بعض المشكلات. قال لي زي الافتقار الى شبكات المطارات المتطوره. في بعض الدول عندها المطارات مش متطوره، ضعيفه. قال لي كمان مشكلات سياسيه بين بعض الدول، كمان ارتفاع تكلفه النقل الجوي. يلا بينا بقى نخش على مشروعات النقل، وايه هي المشروعات اللي عملتها افريقيا عشان تنهض بالنقل. قال لي بص، تستهدف دول افريقيا تطوير نظم النقل والاتصالات مما يساعد في التنمية المستدامة للقارة. وتسعى مصر إلى زيادة التعاون مع الدول الأفريقية لتنفيذ العديد من مشروعات النقل. زي قال لي عندك مشروع القاهرة كيب تاون، وده طريق سيقطع القارة الأفريقية من شمالها إلى جنوبها، لأن القاهرة في مصر وكيب تاون في جنوب أفريقيا. يبقى هيقطع القارة الأفريقية من شمالها إلى جنوبها مرورا ب9 دول أفريقية، وده هيساعد في سهولة نقل البضائع في 4 أيام فقط. ده أول مشروع عندي. طب المشروع الثاني إنشاء خطوط سكة حديدية تربط دول أفريقيا بعضها مع بعض، وسيبدأ المشروع بالربط بين مصر والسودان من خلال خطوط السكة الحديدية اللي يبدأ من اسكندرية وينتهي إلى الخرطوم. اللي كمان عندك دعم التعاون المشترك بين مصر وتنزانيا في مجالات التجارة والنقل، زي مشروع ربط ميناء دار السلام في تنزانيا وميناء سفاجة على البحر الأحمر عندنا في مصر. يبقى أنت عندك 3 مشاريع: مشروع القاهرة كيب تاون، طريق هيقطع أفريقيا من شمالها لجنوبها، هيمر في 9 دول، هينقل البضائع في 4 أيام. عندك كمان خط سكة حديدية هيطلع من اسكندرية هيصل إلى الخرطوم. عندك كمان مشروع ربط بين ميناء دار السلام في تنزانيا وميناء سفاجة على البحر الأحمر عندنا في مصر. طب تعالى نخش على التجارة. قال لي والرغم من أهمية النشاط التجاري في الدول الأفريقية إلا أن حصة أفريقيا من التجارة العالمية ضعيفة، حتى كمان نسبة التجارة البينية ضعيفة، وده بسبب ان معظم الحصه بتاعت افريقيا ما بتطلعش بيننا وبين بعض، بتطلع الى خارج القاره. فتعالى اقول لك الصادرات والواردات. بنصدر بنستورد قال لي القاره الافريقيه زادت قيمه صادراتها من السلع من 2022 ل 2021. يعني كانت سنه 2021 رقم، في 2022 زادت،
وده بسبب ارتفاع اسعار السلع، ان الاسعار غلت، وخصوصا البترول اكتر حاجه بتبيعها الدول وبتشتريها. رقم 2 تصدير القاره للعديد من المنتجات الاخرى، ان القاره الافريقيه كمان بتصدر عدد كتير قوي من المنتجات زي مين؟ ألمونيوم، نحاس، ذهب، بن، ذره. يبقى افريقيا زودت صادراتها من 2021 22 بسبب ارتفاع الاسعار، خصوصا البترول، كمان بتصدر ألمونيوم، نحاس، ذهب، بن، ذره. قال لي خد بالك ان الخمس دول الاقوى اقتصاديا في افريقيا مين هم؟ مصر وجنوب افريقيا، جزائر وانجولا ونيجيريا، بيساهموا لوحدهم بنصف المنتجات، 50% من الصادرات الايه؟ في القاره الافريقيه عام 2022. قال لي خد بالك ان انت عندك تعد دول اوروبا والصين والولايات المتحده الامريكيه هي اكثر الدول المستورده للمنتجات. يبقى انت عندك 5 دول في افريقيا هم اكتر دول بيطلع منهم منتجات 50%، مصر، جنوب افريقيا، انجولا، نيجيريا، وكمان الجزائر. طب مين اكتر دول في العالم بتاخد مننا منتجات؟ قال لي عندك 3، عندك اوروبا والصين والولايات المتحده الامريكيه. طب تعالى بقى نشوف الواردات، بنستورد ايه؟ قال لي برضو الواردات زادت، الواردات بتاعت قاره افريقيا زادت من 2021 ل 2022، وده بسبب زياده الطلب على ايه يا حبيب قلبي؟ على الطاقه والموارد الغذائيه، وكمان المعدات التكنولوجيه والالات في القاره. يبقى الواردات زادت عشان بنطلب حاجات كتير، سواء طاقه، مواد غذائيه، سواء معدات تكنولوجيه، سواء الات. طب الصادرات زادت ليه؟ ارتفاع اسعار، خصوصا مين؟ البترول. اوعى تنسى حبيب قلبي. يلا بينا بقى نتكلم عن التجاره البينيه في قاره افريقيا. قال لي ومن اهم السلع في التجاره البينيه الافريقيه وقود، مركبات، آلات، خامات معدنية، وكمان حديد وصلب. هتقول لي يعني ايه تجارة بينية؟ هقول لك هي التجارة اللي بين دول افريقيا وبعضها البعض، اما التجارة الدولية هي اللي بين افريقيا ودول العالم. قال لي خد بالك ان اكتر حاجة بتتاجر فيها دول افريقيا مع بعضها البعض وقود، مركبات، كمان آلات، خامات معدنية، حديد وصلب، ومع ذلك هي برضه ضعيفة. هتقول لي ضعيفة ليه؟ تعال اقول لك. قال لي عشان 4 حاجات، ان المنتجات متشابهة، تشابه المنتجات الافريقيه مع بعضها البعض، اللي بيتصنع في مصر هتلاقي زيه في نيجيريا، هتلاقي زيه في جنوب افريقيا، هتلاقي زيه في الجزائر، فبالتالي مش هنبيع ونشتري من بعض. 2 اعتماد بعض الدول على السلع الاوليه دون صناعه، في بعض الدول بتعتمد على السلع الاوليه او الحاجه اللي عايزه صناعه بسيطه. 3 قال لي ضعف القدره على الالتزام بمعايير الاسواق العالميه، حتى لما بننتج بتبقى منتجاتنا اقل من معايير الاسواق ايه؟ العالميه. كمان قصور وضعف شبكات النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودي كلها حاجات بتاثر ايه يا حبيب قلبي على التجاره؟ 4 حاجات، 4 حاجات بيخلوا التجاره البينيه عندي ضعيفه: تشابه منتجات افريقيه، اعتماد على السلع الاوليه، قله المعايير الدوليه، كمان قصور شبكات النقل والمعلومات. طب تعالى بقى اقول لك دول افريقيا بتعمل ايه؟ هل بتنهض بالتجاره ولا لا؟ قال لي اه طبعا دي بتنهض بالتجاره، وعملت اتفاقيه التجاره الحره. هتقول لي هي اتفاقيه التجاره الحره؟ هقول لك تعالى. تم توقيعها عام 2015، تعزيز الوضع التجاري الافريقي عالميا. يبقى التجاره الحره اتفاقيه عملتها دول افريقيا سنه 2015 عشان تعزز وتقوي الوضع التجاري بين ايه؟ بين دول افريقيا عالميا. كمان ازاله الحواجز التجاريه والسلع والخدمات عبر القاره، بحيث تصبح افريقيا كلها ايه؟ سوق واحد مفتوح. هنعمل سوق مشترك عشان نبيع فيه السلع والمنتجات، بحيث ان افريقيا تبقى كلها سوق واحد مفتوح. قال لي بقى في مصر في حاجه اسمها الغرفه التجاريه. وايه هي الغرفه التجاريه؟ هي مؤسسات رسميه ذات مواد خاصه تشرف على النشاط التجاري والاستثماري، ويهدف انشاء الغرف التجاريه الى متابعه احوال السلع والاسواق وحل مشكلات توفرها، والعمل على حل مشكلات التجارة، وتسيير التواصل بين التجار والجهات العلاقة بالنشاط التجاري. يبقى الغرف التجارية دي بتعمل ايه؟ قال لي بتتابع ايه؟ احوال السلع في الاسواق وتحل مشكلاتها، بتعمل على حل مشكلات التجارة وتسيير التواصل بين التجار، كمان بتجمع وترتب المعلومات والاحصائيات اللي خاصة بالتجارة والصناعة، كمان بتدي الحكومات رأيها حول إنشاء إيه؟ البورصات التجارية والمواني والأسواق والقوانين الخاصة بالتجارة وإيه؟ والصناعة. يبقى أفريقيا بتعمل جهود زي اتفاقية التجارة الحرة عشان تنهض بالتجارة،
اما مصر عندها الغرف التجاريه. وبكده يا حبيب قلبي يكون وصلنا لنهايه درسنا النهارده. اتمنى تكون المعلومات وصلت لك بشكل سهل وبسيط تقدر تفهمها وتحفظها معايا. كل اللي عليك يا بطل تنزل بسرعه تعمل اشتراك في القناه لو لسه ما عملتش، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، تضرب اللايك التمام، وتقول لنا رايك في الكومنتات. وما تشيلش الهم، الدراسات مع مستر نور هتتلم. سلام.